انتهى لقاء الاهلي مع الوداد بنتيجه 2-1. طبعا كلنا شفنا اللقاء انتهى امبارح. اعذروني امبارح ما قدرتش اطلع بعد اللقاء واعمل فيديو، كنت في حاله نفسيه صعبه زي 80 مليون اهلاوي. حسينا بالحسره بعد اللقاء، كان عندنا طموح كبير جدا، ولكن الطموح ده طبعا تبخر بسبب الحكم الليبي. طبعا الحكم الليبي يحيى عطيه اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا. بمعنى الدقيقه 78 وكوره هتبقى انفراد لبيرستاو، طبعا زي ما احنا شفنا وعارفين، يجي لاعب الوداد يروح ماسك الكوره بايديه، تمام. في هذه الحاله المفروض كارت احمر زي ما كل الناس قالت، لان بيرستاو كان هيبقى انفراد من نص الملعب بالجون مع سرعه طبعا بيرستاو، يعني فرصه محققه بنسبه 100%، المفروض يبقى انذار احمر. لكننا فوجئنا ان الحكم بيدي كارت اصفر. طبعا ده ذهول كبير. نيجي لحكم الفار. من هو حكم الفار؟ هو الحكم التونسي معتز ابراهيم. معتز ابراهيم في اي كوره، تمام، كان بيقف حائل بين العداله التحكيميه للنادي الاهلي، منها ضربه جزاء او ضربتين جزاء، كوره واضحه وضوح الشمس. وطبعا كلنا شفنا الاستوديوهات التحليليه بعد اللقاء، كلهم اقروا بضربه جزاء لحسين الشحات. اذا الحكم افسد اللقاء لصالح نادي معين كالعاده. طيب فين العداله التحكيميه؟ اين الكاف من كل هذا وذاك؟ اين الكاف ان هو يعين حكم الليبي هو اللي حكم ماتش الاهلي والرجاء؟ هو ما فيش الا الحكم ده؟ انا مش فاهم. اخطاء تحكيميه رهيبه ادت بدل اللي احنا نكسب 3 أو 4 والناس كلها شافت الاهداف وشافت الفرص. يعني الكرة اللي احنا قلنا لمسة يد من نص الملعب دي لو كان انفراد وجت جون مع ضربة الجزاء كنا هنقدر نوصل لنتيجة 4-0. طيب الكرة اللي جت في ايد اللاعب او تعمد ان هو يمسكها كانت في الدقيقة كام؟ كانت في الدقيقة 78 وانت متقدم 2-0. اذا لو اللاعب ده اتطرد، ابسط حاجة المدير الفني للوداد هيعمل ايه؟ هيدافع، مش هيهاجم، لانه ناقص لاعب وبره ارضه، فبالتالي مش هيتقدم ان هو يحرز الهدف اللي هم جابوه. كان ابسط حاجه الماتش هيخلص 2-0، ده لو ما كانش زاد ل3 أو 4. اذا التحكيم الافريقي عار. التحكيم الافريقي كلنا بنقول مرارا وتكرارا ان في خلل رهيب. انت ما عندكش الا حكمين 3 كل مره بتجيبهم. فاحنا زهقنا بقى من القصه دي. السنه اللي فاتت واتظلمنا، تمام، في اللقاء اللي هو الاخراني اللي هو كان لقاء واحد وقدر الوداد ان هو يكسب 2-0. فطبعا ده برضه ظلم للوائح الاتحاد الافريقي. وبدل ما انت اساسا تبقى فير، السنه دي جايب لي حكم عليه علامات استفهام كبيره ادى الى تحول المباراه بنتيجه 2-1. كان المفروض الموضوع خلصان، ولكنها كرة القدم يا سادة، لازم نتحملها بحلوها ومرها. لا يعتاب بقى على لعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي حتى لو كان فيه سوء تحكيم، لكن احنا عارفين ومصر كلها عارفة ان الوداد عشان يصعد لازم بيجيب جون هنا في القاهرة، وحصلت كذا مرة. فبالتالي انا كان عندي اللقاء يخلص 1-0 احسن ما يخلص 2-1، لان 1-0 لو هم جابوا جون في ارضهم هيبقى تعادل، لكن هم كده يجيبوا جون واحد يصعدوا. ولكن برضو عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي ابطال. شفنا اداء حسين الشحاتي اداء كبير جدا. طبعا علامات استفهام على كهربا، بقاله ماتشين 3 يعني مضيع برضو كورتين. المفروض يبقى في اصرار وعزيمه عن كده يا جماعه. طبعا شوبير ما قصرش، وبصراحه ربنا كان فارق كتير مع النادي الاهلي وتصدى لكذا كوره منها الانفراد. يعني لولا احمد مصطفى شوبير، انا اسف، كان اللقاء برضو كان ممكن يتحول في اي لحظه واحنا بنتكلم فنيا. شفنا بعد اللقاء المؤتمر الصحفي وكولر ان برضو في علامات استفهام كده بسيطه. طبعا التغييرات بتتاخر، التحضير
من خط ال 18 بتاعنا، والبطء الرهيب اللي احنا شفناه ده ما ينفعش. احنا لو كان عندنا شويه سرعه كان الموضوع اتغير تماما. واحنا شفنا دفاع الوداد لما ضغطنا عليه مرتين ثلاثه بان ان في مشكله عندهم في الخط الدفاعي، فبالتالي احنا ما استغليناش الموضوع دوت. فبالتالي انا مش عايز الناس تزعل، جمهور النادي الاهلي مش عايزك تزعل. احنا قدرنا قبل كده اللي احنا ناخد البطوله في المغرب، وقدرنا قبل كده في رادس خدنا كذا بطوله في خارج الارض. ما ننساش طبعا ماتش الصفاقس اللي مش هيتنسي. فبالتالي الامل لسه موجود، ولكن بشروط قويه جدا المره دي. شروط هي اول حاجه الروح، لازم يبقى عندك روح وحماس، لازم اللي انت تبقى نازل ضاغط عشان تحرج فرقه الوداد في ارضها. وبالتالي ممكن مع الدفاعات الهزيله اللي احنا شفناها للوداد ممكن ان انت تخطف جون، ولو خطفت جون الدنيا كلها هتتغير، لان في الحاله دي حتى لو الوداد جابوا جونين هيبقى الماتش تعادل، فمطالبين ب3 اهداف وده هيبقى صعب. فبالتالي كان النسب المئويه بعد ما احرزنا الهدف الثاني كان 70 للنادي الاهلي و30 للوداد. بعد الجون بتاع الوداد الدنيا اتغيرت، اصبحت 70 للوداد 30 للاهلي، وده النسبه الصحيحه اللي بنتمنى ان هي تتغير في ماتش العوده. طبعا احنا شفنا طبعا وقلنا على الحكم، هل الاخطاء دي متعمده؟ هل فوزي لجع ليه دور في الاداء التحكيمي؟ الله اعلم، احنا مش هنظن، احنا بنظن دايما الخير. فبالتالي ان شاء الله نقدر نجيب الكاس من كازابلانكا او ملعب مركب الخامس. ليه يعتب على جماهير النادي الاهلي، واول مره اقولها. انا كنت سامع صوت جمهور الوداد اكتر من جمهور النادي الاهلي، حتى لما كان ناقص نص ساعه ولعبتنا تنزل كان الجمهور ساكت وكأن مفيش جمهور للنادي الاهلي. هل سكوت الجماهير بفعل فاعل؟ الله اعلم، مش هنتكلم. بس احنا ما سمعناش التالتة شمال بتهز جبال ولا مره امبارح، مش عارف. طبعا كلكم شفتوا وكلكم عارفين، فانا مش هتكلم في القصه دي لان انتوا عارفين ان ما ينفعش اللي احنا نتكلم فيها في اي قناه او في الاعلام عامه او السوشيال ميديا. ان شاء الله الامل لسه موجود. محدش يزعل يا جماعه، صحيح احنا زعلانين، وانا واحد من الناس يعتبر ما نمتش امبارح زي اي اهلاوي. كنت حزين جدا لاني حسيت ان الماتش اتسهل وفي سبيل اللي احنا نجيب الجون الثالث، الا اني طبعا اللي احنا بنقوله دائما اوعى فرقه تسجل في ارضك بتتقلب الدنيا، وقد كان. فان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي، والبطوله لسه ما راحتش. احنا ما بنرميش الفوطه، جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي العظام. وبرضو المدير الفني للوداد المغربي ابتدى ان هو يطلع تصريحات مش من حقه ان هو يتكلم فيها، ولكن احنا هنرد عليك في الملعب. انت كنت خايف امبارح لغايه قبل ما تجيب الجون، وكنت عارف ان النادي الاهلي ممكن يجيب الجون الثالث، فبالتالي تبقى انت موضوعك خلص. ولكن لكل حدث حديث، ان شاء الله الاحتفال يتاجل اسبوع، وتمنياتنا للنادي الاهلي بالازدهار والتوفيق. بعيد طبعا عن قناه نادي الزمالك وعمالين يحتفلوا واحنا عارفين القصه بتاعت الزمالك. يلا احنا دايما في الصداره وهم في حته ثانيه. مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني وفعل زر الجرس دايما يصلك الجديد. وجمهور النادي الاهلي ما تزعلش، البطولات عندنا كتير والبطوله جايه ان شاء الله من قلب المغرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.